ازيكم؟ عمرك فكرت تاكل اكل صيني حقيقي؟ لا حضرتك اصل انا باكل دبان ما باكلش صراصير. مش اللي هو سويت اند صور الملكلكه اللي بناكلها في المول دي، لا اكل صيني يعني اصناف فعلا بياكلوها في الصين. تعالوا نشوف النهارده طلبت ايه من بيكينج. بصوا بقى، اول حاجه واجمد حاجه وكان نفسي اجربها من زمان جدا، حاجه اسمها وونتون صيني بقى، دي اخترتها مقليه، وحاجه اسمها دامبلينج ودي اخترتها ستيمد او على البخار. مستغربه هما ليه مش جايبين لي الستيكس، جايبين لي شوكه ومعلقه عادي. خاب املي. بصوا بقى، وده تقريبا ده صوص الشيسوان سيشوان. صوص السيشوان ده جاي مع البط لسه بقى. في صوص كده عامل زي الفلفل، وصوص زي الصويا صوص. ده الصوص ده ريحته جامده قوي. تعالوا بقى ناخد واحده كده من الوونتون المقليه بالفراخ. محدش يقول لي لا اصل دول بيعملوها بلحم الخنزير، دي بالفراخ يا جماعه والله. طيب ندوق لوحدها الاول. هي عجينه من بره زي عجينه السمبوسه او عجينه السبرينج رولز، ومن جوه محشيه فراخ بالخضروات برضو. طب ندبها في الصوص ده كده. يا رب يكون هو الصوص بتاعها، بس اصلا في زيت كتير كده. الصوص طعمه غريب قوي، عامل زي التقليه كده، عارفين زيت ومتقلي فيها توم، تقريبا محطوط عليه صويا صوص. عجبتني قوي الوونتون. تعالوا بقى نشوف الدمبلينج، ودي طبعا كل الصينيين بنشوفهم عمالين يسفوا فيها كده، زي كنت بشوف كونغ فو باندا بيتخانق عليها، فكان نفسي ادوقها قوي. طيب دي طلباها بيف باللحم. طلعت حلوه. طب هي بتحط لها انهي صوص؟ طيب صوص تعالوا ندوقها بصوص الفلفل ده. دي هريسه شطه جامده جدا، يعني مجرد بس ما حطيتها كده لحسن فظيعه. كنت متوقعه ان الدمبلينج دي طعمها وحش قوي، بس طلع طعمها حلو. ناس كتير قالت ريحتها بتبقى وحشه ومش عارفه ايه، مش حاسه ان فيها اي ريحه وحشه. هي من جوه عباره عن شرايح نساير رفيعه كده من اللحمه، برضو مخلوطه مع الخضروات اللي هي زي الفلفل زي الكرنب. ومن بره العجينه شويه تحس ان هي عجينه زي نايه، لان هي مستويه على البخار اصلا. في منها فرايد وفي منها ستيمد زي كده، فعجبتني. بص بقى زي الصينيين. الوونتون المقليه كانت ب40، اما الدمبلينج كانت ب45. اسعار الى حد ما معقوله. تعالوا بقى نشوف سلطه بكين وشوربه هونج كونج من قلب الصين. سلطه بكين. بصوا انا جبت لكم بقى الستيكس بقى عشان نبقى احنا صينيين بقى جدا وكده. دي فيها بقى حاجه غريبه جدا، اللي هو المشروم الاسود. مشروم اسود. ما هذا طعمه بيقرمش قوي كده زي الجلده كده. في جرجير كتير جدا في السلطه دي، وفي جلاس نودلز او الشعيريه الصينيه. ما انا ما بعرفش اكل بدي، بس لازم اتفزلك. هو جرجير، هي السلطه كلها عباره عن جرجير. في صوص تحت كده متهيألي ان هو صويا صوص. في حاجات هنا كده برضو مقليه. ندوق واحده منها. لا صراحه ما عجبتنيش دي خالص. بصراحه دي ما عجبتنيش خالص، يعني انا اجيب لي حزمه جرجير واقعد اكل فيها احلى من السلطه دي. تعالوا نشوف شوربه هونج كونج. السلطه ب50، شوربه هونج كونج ب70. تعالوا ندوق بقى. تعالوا ندوق شوربه هونج كونج عباره عن ايه. ايه دي؟ فيها جمبري. ما لازم هونج كونج برضو يكونوا
حاطين في اكلهم الجمبري او السمك. وفيها مشروم الابيض العادي بقى، مشروم برضو. حلوه. هي عباره عن شوربه كريمه تقيله قوي، وفيها جمبري ومشروم وقطع صغيره قوي من الطماطم والفلفل والكرفس تقريبا. عجبتني شوربه هونج كونج قوي اكتر من السلطه. الا بقى نخش بقى على التقيل شويه، وهي ستير فراي دك او بط مقلي بصوص السيشوانيز دك. اما دي فهي بيف جلاس نودلز او الشعريه الصينيه المشهوره باللحمه والخضروات. دي ب150، اما البط فب200. تعالوا نبدا بالبط. واحنا هنا معانا 3 صوصات، دقنا منهم 2 فاضل واحد، بس ندوق البط الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. حراقه، معاها حاجه عامله زي المكرونه القلم كده، بس هي مش مكرونه. بصل اخضر، واو طعمها حلو قوي. هو الصوص عامل زي السويت تشيلي، هو برضو فيه شويه سكر وحراق قوي، والفلفل الاحمر اللي فيه باين. البط فيه طعم التدخينه شويه، فمع طعم البصل والثوم والخضروات اللي موجوده هنا مع طعم الصوص مدي توليفه حلوه صيني. تعالوا ندوق الصوص ده كده. ايه ده؟ طلع كاتشب يا جماعه. طيب تعالوا ندوق البيف نودلز بقى، الجلاس نودلز. بص 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 بص، ايه الفرق يعني بين النودلز العاديه والجلاس نودلز؟ تعالي بس ما تقعيش. صراحة بحس النودلز العادية احلى بكتير من الجلاس نودلز دي. الجلاس نودلز دي ملمسها وقوامها كده عامل زي الشعرية اللي بنحطها على الرز دي، عارفينها. واللحمة بصراحة مش احسن حاجة، اللحمة بتعض شوية، مش متبلة كويس قوي يعني. معاها خضروات كوسة وجزر وفلفل رومي، لكن ما عجبنيش الطبق ده، عجبني الطبق ده اكتر. نشوف اخر 3 اطباق صيني، يلا بينا. نيجي بقى لرز مقلي بالبيض، ده ب40 جنيه. تعالوا ندوقه كده الاول، عشان دي حاجه انا مش متعوده عليها خالص. يعني ايه رز بالبيض؟ يعني الناس دي اصلا بتعامل البيض معامله البروتين بديل اللحمه والفراخ. طب والله طعمه حلو. عارفين ده بقى يتحط عليه التشيلي صوص الفظيع ده، او شويه من الصوصات الرهيبه دي، وتحس ان وجبه متكامله. هو مش بس عليه بيض، هو عليه بصل اخضر وعليه بسله. البيض مديله طعم القلي كده، التدخينه. حطيت عليه برضو شويه فلفل اسود. دول بقى الطبقين الرئيسيين اللي احنا عارفينهم من الاكل الصيني، واللي هو فراخ سويت اند ساور والنودلز بالخضروات والفراخ. فطبعا ما ينفعش اجيب اكل صيني الا لما اجيبهم وادوقهم برضو. طيب تعالوا ندوق الفراخ السويت اند ساور. بقت هي والصوص حته واحده. هو صراحه قال لي اجيب لك الصوص بره ولا معاها، قلت له خليه معاها عشان ما تلخبطش. حلوه بس متعوده عليها. فيها خضروات اكتر بكتير من كده، دي فيها جزر بس والصوص بس، فمش احلى فراخ سويت اند ساور دقتها. تعالوا نشوف النودلز بقى اللي هي المتعارف عليها. لا محتاجه برضو شويه صوص كتير، يعني ما فيهاش صوص خالص تقريبا. دي عارفين انا عايزه ايه؟ دي عايزه البط بالصوص بتاعه كده يقوم مقلوب عليها، تبقى احلى نودلز. بعدين ما فيهاش فراخ كتير وخضروات كتير، لا قلبوني في النودلز دي.
لكن هي كنودلز كنوع نودلز احلى من الجلاس نودلز. عجبني الرز ابو بيض قوي على غير العاده، دي تحسي رز كده متكلف كده غني كده. قلت لكم الرز ده ب 40 جنيه، التشيكن سويت اند ساور دي ب 130 جنيه، الفرايد نودلز والتشيكن دي ب 70 جنيه. يبقى اكتر حاجه عجبتني النهارده في الاكل الصيني هو الرز اللي بالبيض، هم بصراحه عاملينه حلو، والبط بالشيشوانيز بط والدمبلينج والوانتون تحفه بصراحه. بس كده، غير كده عادي شويه. عجبتكم الحلقه؟ اعملوا لايك، اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.